يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على فريق ميديا ملغاني ب3 أهداف دون مقابل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت في القاهرة. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام المصري يوم الثلاثاء المقبل 28 نوفمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد المقاولون العرب، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وكانت آخر مباراة خاضها النادي الأهلي في الدوري المصري قبل فترة التوقف الدولي أمام فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ويدخل النادي الأهلي المباراة القادمة متصدرا ترتيب جدول المسابقة برصيد 13 نقطة بعد خوض 5 مباريات، بينما يتواجد فريق سموحة في المركز ال12 ب8 نقاط. ويشهد شهر ديسمبر المقبل مواجهات مهمة وقوية للنادي الأهلي على مستوى البطولة المحلية والأفريقية، حيث سيواجه النادي الأهلي يانغ أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت 2 ديسمبر في تنزانيا. ثم يواجه النادي الأهلي فريق زد اف سي في الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري يوم الأربعاء 6 ديسمبر. ثم يلتقي النادي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت 9 ديسمبر في القاهرة. ثم يبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة السعودية، حيث سيواجه النادي الأهلي الفائز من مباراة أوكلاند سيتي والاتحاد السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر. وبذلك سيكون النادي الأهلي أمام تحديات كثيرة خلال الفترة المقبلة، وسيسعى النادي الأهلي للفوز في المباريات القادمة وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف البطولات، والتي يكون النادي الأهلي دائما مرشحا قويا للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها.